السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الواحد لما يكون لحاله في بيته في الظلام، ولا يكون في بلد ما حد يعرف عنه، أو يكون في صحراء، يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يذنب. الشيطان يوسوس والنفس تدعو، لكنه يترك المعصية ويترك هذه الرغبة ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. كلنا شفنا مقطع راعي الغنم السوداني. المقطع هذا هو للأخ طيب، صورها الشيخ عادل. الشيخ عادل جاه بالسيارة وطلب منه إنها يشتري أغنام، وطيب رفض. قال له طيب قول، يعني قول للراعي إنه شردت ماتت، خذ الفلوس خذ المبلغ. رفض. صح يا شيخ طيب ولا كيف؟ صح. هاي لا. طيب ممكن تشرح لنا أكثر يعني عن السبب اللي يخلي الواحد حتى هو في صحراء يستطيع إنه مثلا زي يتكسب بالحرام، لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ ليش؟ يعني ليش هذه الرغبة بمرضاة الله سبحانه وتعالى؟ انصحنا عشان لعلنا نستفيد. والله الرغبة دي خوفا من حساب الله وصبر ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر. ودي أمانة، وربنا أوصانا على الأمانة. يا سلام. الأمانة ما تخان. يا سلام. الشيخ ده لما جاني قال لي يا أخي تبيع لي وما تبيع لي، قلت له يا أخي الله أنا ما أقدر أبيع، دي أمانة وسيدة ما. بس إغراء، ما تحس إنه إغراء؟ يعني يعطيك يقول خذ فلوس سوي، يعني أنت ممكن بالطريقة هذه تكسب، ممكن بالطريقة هذه ترتاح أنت، صح ولا؟ لا أنا ما أكسب من حرام، لكن أكسب ريال واحد من الحلال والله مليار من الحرام. الله أكبر. يا سلام يا سلام. إيش رأيك يا شيخ عادل؟ والله يعني أخونا الطيب الله يعطيه العافية أعطانا درس عملي زي ما يقولون. نعم. يعني درس عملي في الأمانة، لأنه حقيقة احنا يمكن بعض المشاهدين ما هو تصور الموقع يا اخوان ترى في صحراء بعيدة جدا، يعني ليست حتى عند القرى. وما هو تمثيل، أنا ودي تشرح لي هل هو تمثيل ولا حقيقة؟ ابدا والله ليس فيه اي نوع من انواع التمثيل. يعني سبحان الله انا لما صورت حتى سألت اخ الطيب، قلت له يا طيب انت كنت تشوفني وانا اسجلك؟ قال والله ما كنت اشوف. فكانت هي بالامور بطبيعتها. واقول يا اخوان يعني سبحان الله لو دققنا في بعض الكلمات، يعني مثلا لما اقول له الله ما اشوفك، تلاقي كانه واحد ضاربه كذا، ويكون ردة فعل كذا قوية، كيف ما الله ما حد يشوفني. فكانت الحمد لله الامور عفوية، واظن هذه العفوية هي سبب الانتشار الحمد لله لهذا المقطع. الله اسال الله سبحانه وتعالى. بالفعل يا اخ طيب درس عملي. جبريل عليه السلام اتى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما الاحسان؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يعني انت في كل خطوه في كل عمل الله سبحانه وتعالى يرى عملك بالفعل. فعلا يراه، ومعاك تحصية لحظة ربنا سبحانه وتعالى. ومعاك ايش؟ قلت لك تراه ومعاك تحصية لحظة، يعني ربنا سبحانه معاك، يعني يراك لو انت ما تراه هو يراك. الله اكبر. حتى انت تكلمت على القبر، يعني استشعرت القبر انه ممكن يكون في عذاب في القبر. ايش استفيد انا من الفلوس وقتها؟ شعرت اني لما اعطوني يغروني بالقروش الفلوس واشيل الفلوس هناك، لو بعدين في قبر انا خدتوني في القبر ما خدتني معي فلوس. الله اكبر الله اكبر. لا عملك اللي بيمشي معك لا ينفع مال لا بنون. صح. في القبر يا اخ طيب يكون معك عملك، العمل بس. سواء كان عمل صالح حيكون معك في القبر، ان كان عمل سيء حيكون معك في القبر. فانت مثلا لو اخذت الفلوس وخنت الامانه حيكون معك هذا العمل السيء في قبرك، لكن انت لما رفضت الفلوس وكنت امين وخفت من الله سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح حيكون معك في قبرك. فعلا العمل الصالح حيكون معك في قبرك، والعمل الخبيث حيكون معك في قبرك. انا اذا كان شلت الفلوس القبر ده ايضا بيرجع علي كده. دينا الحته اللي خفتها حساب الله وربنا هنا القبر ده بعدين حسابه اسير. خفت من ضيقه القبر. ضيقه القبر. نعم. الدنيا المال ذاك الزمن اطول من الدنيا ما فيها شيء. الدنيا خربانه. الله المستعان. الدنيا ما فيها خير. المفروض اي مسلم يكون عليه امانه وصدق. ولا في ناس يبيعوا دينهم بعرض الدنيا قليل، على 1000 ريال، على 10,000، على مليون، يعني مستعد اذا جاته الفلوس يبيع دينه، ما يعني يفعل حرام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر، وانت يا شيخ عادل ادرى، انه الشخص يطيل السفر
أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن يستجاب له؟ كيف الله سبحانه وتعالى يستجيب لشخص أكله من حرام وماله من حرام؟ والله دي ما ادري عنها، صعبه شديده يعني. صح. لا انت ذكرت لي حتى واحنا جايين، قلت لي انه المال الحلال هو اللذة، هو الراحة. لا الحلال ده هو اللذة في الدنيا وفي الآخرة، أما الحرام ده والله في الدنيا يعذبك وفي الآخرة يعذبك. أحسنت. طيب يا شيخ، حتى الظاهر حتى في مقاطع انتشرت انه مثلا شاعر سوداني مدري ايش، هو الاخ عبارة عن شخص عامي بسيط فقط راعي غنم، صح ولا لا؟ الاخ الطيب قصدك؟ ابدا الشيخ الاخ الطيب حقيقة يعني بعض الناس شوشرت حول الموضوع زي ما ظهر، لكن الحمد لله الاخ الطيب الله عز وجل كرمه من فوق 7 سماوات ونشر هذا الخير، واليوم احنا في الرياض لاجل تكريمه مع السفير. وحقيقة سمعنا انه في حتى اتصالات من الرئاسة، وسمعنا بعض الاخوان السودانيين يعني يقولون يعني السودان كلها فرحانة مسرورة بهذا النموذج الطيب اللي حقيقة اعطى الصورة الجميلة عن السودانيين، وهذه صورة كل مسلم يعني متبع لأمر الله عز وجل ومتبع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمانة يعني حقيقة ظهرت للعالمين، وما في شك يعني هذا هو صاحب المقطع أبدا، ولا في إن شاء الله واحد أقل من المليون أنه ليس صاحب المقطع. لكن أنا أبغاك تسأل سؤالين يا شيخ ماجد. أنا لاحظت اليوم جلست أخذ وأعطي مع الأخ الطيب، فظهر لي أمرين لعلك تعرج حولها، وانا احبك ان تسال انت. الاول اللي عرجت عليه قبل قليل وهو الاكل الحلال، الثاني الدعاء، فابغاك تسال عن الدعاء وكيف جاء هذا المال وانت تسمع من. طيب تفضل، هو سالك عن الدعاء. فعلا قام قال لي انت لما احنا جيناك انت هل كنت بتدعى دعاء ولا هنا؟ قلت له والله انا الدعاء ده ما فارقني ل 24 ساعه. المهم ماشي وهم ناطحيني وانا ماشي عليهم، بس بدعى يا ربي تغنيني من هذه الحال ومن هذا تريحني، ويا ربي اديني مالا حلال اعطيني واعطي منه. نطحوني الا المشايخ هذين. الله رفض انت كم عرضت عليه يا شيخ؟ والله احنا العرض وقته يعني هو في الفيديو العرض يا شيخ ماجد لا 200 ريال هو، لانه حتى يعرف الجميع انها كانت تصوير عفوي. نعم. حتى واحد من الزملاء قال يا شيخ عادل انت ما تعطي الا 200 ريال، قلت لا اصلا هي كلها كانت مزحه، لكن سبحان الله جعل لها القرآن. يعني رفض ال 200 ودعا الله سبحانه وتعالى كما يقول ان الله سبحانه وتعالى يغنيه. وقبل ما تجوه، قبل ما نجي يقول كنت ادعو الدعاء، قلت يا ربي اغنيني من فضلك واغنيني من هذا الحال التعب اللي انا فيه. الله اكبر. فجاء وقتها مال حرام فرفض المال الحرام، والله سبحانه وتعالى عوضه ان شاء الله يا رب في الاخره وفي الدنيا ايضا. في يعني انا سمعت انه في ناس حيعوضوك وحيعطوك جائزه في الدنيا، سمعت عن هذا الشيء ولا ما سمعت؟ لا سمعت. وما رايك؟ والله يا اخي جزاهم الله خير يا الله. انا اقول لك ابشرك هذه الجائزه في الدنيا، وان شاء الله تستحقها وتستاهلها، وان شاء الله توصل لك باذن الله. انا كلمت بعض الاخوه اللي عرضوا هذا الشيء وحتوصل باذن الله، لكن ابشرك بجائزه اعظم اللي هي جائزه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي خاف الله سبحانه وتعالى له جنه عرضها السماوات والارض. فجزاك الله خير، شكرا يا شيخ عادل على هذا اللقاء الطيب اللي المعبر اللي سويته انت مع الراعي وعلمنا هذا الشيء، وشكرا لك يا اخ طيب، وشكرا لكم، ولنخاف الله سبحانه وتعالى في كل احوالنا. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. حصري هذا اللقاء اول لقاء الله. كيف الصوت واضح كان؟